هاي احبائي، كيفكم اليوم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم الفيديو رح يكون شفتوا اللي مكتوب وراي العودة للمدرسة. هذا الفيديو طلبتوه مني كتير، فحبيت اعمل سلسلة للعودة للمدرسة. ففي قناتي عملت فيديوهين عن المدرسة، رح اخلي لكم الروابط بالديسكربشن بوكس عشان تشوفوهم. فبصراحة لما كنت بدرس كنت بكره المدرسة كتير، يعني دخول المدرسة وهيك تكون راهبة واشياء، يعني اشياء هيك مثل هيك. بس حاليا والله بحن كتير كتير لحتى ارجع للدراسة مرة تانية، عشان كانت عندي ذكريات كتير حلوة ومواقف كتير مضحكة. فنصيحتي لكم هو انكم تستمتعوا قد ما فيكم بالموسم الدراسي تبعكم وتجتهدوا، لانه هذا هو مستقبلكم. فاتمنى لكم التوفيق، ويلا نبدأ. النصيحة الأولى: كنا بنحط منبه عشان نفيق للمدرسة ونستعد للدراسة، بس المشكلة هنا. عادة الشيء اللي بعمله هو بطفي المنبه وبرجع أنام. بس أحسن شيء ما تحطي أبدا المنبه قرب السرير، حطيه بطاولة بعيدة عنك عشان تفيقي وتستيقظي في الوقت المناسب. النصيحة الثانية عن الفطور: خدي الشوفان اللي هو صحي كتير وكمان لذيذ، خدي ملعقتين أو 3 ملاعق على حسب الرغبة، بعدين حطي كوب من الحليب وبعدين حطيه بالبراد للصبح. لما تفيقي ضيفي عليه الزبيب وضيفي عليه الفواكه على حسب الرغبة. أنا هنا أضفت بلوبيري، كمان أضفت شوية عسل، وهيك في الصبح بتلاقي فطور صحي وشهي وسهل كمان. النصيحة الثالثة: عندك مشكلة مع اللبس، بتفيقي بكير ومو عارفة إيش رح تلبسي للمدرسة؟ لقيت لك الحل. خدي ستيكرز، أي نوع من الستيكرز متوفر عندك أو حتى ورق، يعني إذا ما عندك ستيكرز اكتبي فيهم من الاثنين إلى الجمعة على حسب الدوام المدرسي اللي عندك. خدي الستيكرز ولصقيهم بكل الاوتفيتس اللي راح تلبسيهم الاسبوع كله، وهيك بتنظمي ملابسك وشكلك بيكون مرتب وحلو. النصيحة رقم 4: بالنسبة لاستعمال الزمان، احسن شيء انك تاخدي موبايلك وتاخدي صورة لاستعمال الزمان، هيك بيسهل عليكي انك تشوفي كل البروجرام من خلال موبايلك. واحسن شيء كمان انك تحطيه بالباك جراوند تبع موبايلك. النصيحة رقم 5: اذا عندك امتحان وحابة انك تتذكري كل المعلومات، رشي برفيوم على يدك وبعدين شميه وبعدين راجعي، يوم الامتحان لازم ترشي نفس البرفيوم وراح تتذكري كل المعلومات اللي رجعتيها. النصيحة رقم 6: إذا كنت من الأشخاص اللي بيشيلوا اللي بيشيلوا الحذاء الرياضي بالشنطة أثناء ممارسة الرياضة بالمدرسة هيك بشوف يعني إذا في حدي يمكن راح يهرب من الريحة، فأنا كمان راح أخبره. الحل عندي أنا: خدي أكياس من الشاي وحطيهم بداخل الحذاء الرياضي، وهيك بتتخلصي من الرائحة. الفكرة رقم 7: مين فينا اللي ما انسرقت منه أدواته المدرسية أو أقلامه وهيك شيء؟ الفكرة هو إنك رح تاخدي القلم الأزرق وتحطيه بقلب أو بغشاء قلم أحمر، لأنه ما في حد بيحب اللون الأحمر، فهيك ما حد رح يسرق قلمك. النصيحة رقم 8: دائما بتكون عندي مشكلة في شنطة المدرسة، بيكون يعني مليانة كتب ومليانة دفاتر ومو عارفة أي مادة ومو عارفة أي دفتر لازم أشيله. الفكرة هي إنك راح تاخدي ماركر وبعدين راح تروحي لهذه الأماكن بالدفاتر، وكل مادة راح تلونيها بلون، وكمان ممكن حتى تكتبي فيها يعني اسم المادة، وهيك بيسهل عليكي إنك تاخدي الكتاب أو الدفتر اللي انت حابة تراجعيه. كتير سهلة ورح تسهل عليك حياتك. النصيحة رقم 9:
خدي اي شيء، قارورة او اي شيء تاني. انا هنا حطيت شوفان وحطيت الزبيب وحطيت حلويات. وهذه الفكرة حلوة انك تحطيها بقرب من مكتبك او مكان الدراسة، عشان لما يعني تكوني بتراجعي او بتدرسي شيء، فممكن تاخدي مثلا مكسرات او حلويات او شوكولاتة، فهذا الشيء بيعطيكي طاقة وكمان بتكافئي نفسك على الدراسة. خلص الفيديو لهذا اليوم. انا استمتعت كتير بالتصوير وكل شيء. بليز اكتبوا لي كومنت تحت ايش رايكم بالفكره، واذا عجبكم الفيديو ما تنسوا نوصلوا ل 20,000 لايك. 20,000 لايك انا متاكده واثقه انه راح نقدر نوصل لهذا العدد. وبليز استمتعوا بوقتكم واستمتعوا بالدخول المدرسي. احبكم كتير. باي.